سلام خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كي دايرين؟ مع الصحه؟ اموركم هانيين؟ مرحبا بالناس اللي انضموا لقناتي جداد، مرحبا ومية الف مرحبا. اليوم غادي نشاركو معاكم ان شاء الله جوج كيلات فقط ديال الحلوى. شكيلات اخرين يعني حتى المره اخرى ان شاء الله ونشاركوها معاكم، علاش لا؟ غير باش هكذا ما يجيكمش الفيديو طويل. هذا ولكن اليوم غادي نوجدوا ان شاء الله الحلوى بالنسبه الوالد كان ناعس في السبيطار، والحمد لله امور دازت مزيانه وغادي يخرج من السبيطار. لهذا علاش كنوجدوا هاد الحلوات هادو. وجدنا بزاف ولكن غنشاركو معكم غير هاد جوج شكيلات. المهم هنايا اول حاجه غتبدا بها اختي هي جنجلان والنافع، حبه حلاوه واللوز مقطع. يعني هاد الفقاص هذا كيجي خطير بزاف. هنايا عندنا زلافه ديال سنيده وزلافه ديال الزيت، وهنايا غادي تضيف 6 ديال البيضات. هنايا كل بيضه غادي ديرها بوحديتها في زلافه، باش ربما تكون خاسره شي وحده ولا تكون مارجه شي وحده كما كنقولوا. ما تخسرش لينا الكل شيء. هذا هو اللي كاين البنات، وراكم عزازين وغاليين البنات الولاد كل شيء. كاع اللي كيشاهد هذا لا فيديو وكاع اللي متبعني كنقول لكم مرحبا بكم كاملين ومية الف مرحبا. يعني هاد الفقاص راه ساهل البنات، يعني ماشي تخلطي كل حاجه بوحدها، يعني كديري كلشي في دقه وعاد كتبداي تخلطي. صافي هاد البيضه درنا هنا 6 البيضات كما كتشوفوا، والبيضه اللي درنا في الزلافه هذيك كتبقى لتدهين، يعني باش كنزينوا الفقاص ديالنا في الاخير. مهم هنايا اختي كتجمع هاد الخليط هذا كامل اللي دارت هنا في هاد القصريه، كتندمج العناصر كلهم باش يتخلطوا كاملين، باش حتى سنيده تذوب وكل شيء يتجانس. وعاد باش غادي دير الطحين ان شاء الله، وغادي دير خميره، وغادي تشوفوا جميع المراحل اللي غادي دير ان شاء الله.
هي البنات من بعد ما طاب الفقاس وبرد، يعني ملي كتخرجوه من الفران ممكن تفزقوا شي سربيته او شي حاجه وتغطيو الفقاس حتى يبرد مزيان، وهذيك الساعه عاد تبداو تقطعوه. هذا هو اللي كاين البنات. شوفوا الفقاس كيفاش كيجي دابا، راه بارد البنات، كتقطعوا اختي وهو بارد، ما تقطعوش هو سخون. المهم، ها نتوما، ها هي غادي تقطع وغادي ندوزو ان شاء الله للشكل الثاني ديال الشكلاط ديال كويغطا. هاد الشكل ديال الفقاس كيجي على هاد الشكل هذا، كيجي غزال بزاف، لا في المذاق ولا في الشكل. غزال بزاف البنات والله صدقوني. و كينجح مع اي وحده دارت الفقاس، غير ما تخافوش منه، غير الموس يكون ماضي باش هكذا يسهل عليكم في التقطاع، وراه ساهل الفقاس، راه اي وحده تقدر ديره. المهم هذا هو اللي كاين البنات. غادي نخليكم باش ندوزو ان شاء الله نوجدوا معكم الشكل الثاني. غادي تصايبوا هاد المره اختي اللي انا فايت لي شاركته معكم في القناه، دابا غادي تصايبوه بالطريقه ديال اختي ان شاء الله، وغادي تشوفوا الشكيلات اللي وجدنا ان شاء الله. مهم البنات، شكرا بزاف 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 ديال الخوت والخواتات اللي كيتواصلوا معايا، كيدعيو ليا مع الوالد، شكرا لكم بزاف. وبغيت نقول لكم الحمد لله، الحمد لله. بزاف ديال الاخوات والاخوان ما كنتش منتظر انهم يهتموا بالوالد ديالي واهتموا. صراحه الناس البرانيين، كنقول لكم راه العائله راه من طبيعه الحال، ولكن الناس البرانيين عطاوني واحد الاهتمام، لا ليا ولا الوالد ولا اختي، راه ما كيتصورش. صراحه الله واسوني واحد الوقيته، واسوني بزاف صراحه. كنت مخلوعه من جيت بابا كان عنده عمليه ديال القلب. صراحه دار جوج عمليات، عمليه مور عمليه، والحمد لله واسوني. شكرا لكم بزاف بزاف، ولا لا يخطيكم ان شاء الله، وراكم عزازين وغاليين على قلبي. او بالنسبه للشكل الثاني، هنايا عندي قبيصه الملح، رابعه ديال الزبده، كاس ديال سكر كلاصي، كاس ديال الزيت، وبيضه. يعني هاد الحلوه هادي ساهله وما كتطلبش شي مجهود اللي هو كتير. وهنا فانيا بوزن 15 غرام. يعني البنات هاد الحلوه هادي راه ما كتجيش فيها خميره بصفه عامه. وبالنسبه للطحين حسب الخليط، الطحين خصو يكون فرص من نوع جيد البنات. هاد الحلوه راه اللي ذاقها كتعجبو البنات صراحه، كتجي هشيشه وكتجي غزاله وكتذوب في الفم. هذا هو اللي كاين البنات. و كنكثر عليكم البنات البنات البنات. المهم هذا هو اللي كاين. راكم عزازين وغاليين في القلب، وانا كنهضر معاكم بالبساطه ما كنتصنعش البنات والولاد، ما كنتصنعش، وانا على طبيعتي اللي كاينه كنقولها. اللي عجبته شكرا ليه، واللي ما عجبتوش هذا هو طبيعي وهديه عادتي. المهم هنايا هاد الحلوه هادي كتسحرب لها بحال هكذا طويله، وكتقطعها على هاد الشكل هذا. يعني كتشد وحده وكتلصقها على هذاك الاولى الطويله، باش كتاخذ يعني عبار واحد وقياس واحد. شفتوا هذه راه حلوه بلا طابع بلا مرشم بلا حتى شي حاجه، يعني غير حارب ليها وقطعيها بالموس. ما نقولش لكم هاد الحلوه راه زوينه بزاف، واللي ذاقها كتعجبو. هنايا كاين الشكلاط الاسود ديال الحلوه، وكتضيف شويه ديال الزيت، نقول لكم شي جهد معلقه كبيره ديال الزيت، وغادي دير الكاوكاو اللي قلات وهرمشاتو على هاد الشكل هذا. كتخلط هاد الكاوكاو المهرمش مع الشكلاط اللي ذوبات، وعاد غادي تبدا دير بالحبه بالحبه، تغطسها في الشكلاط، وعاد تهزها، وان شاء الله ديرها حتى تنشف ان شاء الله من الشكلاط، وعاد نديروها في كويغطاط.
النهائي ديال الحلوى راها كتجي على هاد الشكل هذا، كتجي ملمعة، يعني هذاك الزيت اللي درنا مع الشكلاط هو اللي كيعطي واحد اللمع اللي هو زوين بزاف، كيخليها مبهجة وكتلمع، كتذوب في الفم. صراحة البنات جات غزالة وجات بحجم واحد، يعني ماشي شي كبير وشي صغير، يعني بحجم واحد. والطريقة اللي عطاتكم اختي راها ساهلة، وكنتمنىكم تجربوها وتعجبكم ان شاء الله. المهم البنات غادي نقول لكم شكرا لكم بزاف على الاهتمام ديالكم الوليد، شكرا لكم بزاف بزاف، ولا لا يخطيكم حتى الفيديو المقبل ان شاء